السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. الواد كهروب طلع لعوب، الواد كهربا قعدوا مع المصطبة، الفولت العالي ركب الطيار ولع الدنيا نار. تيجي أكلمك كورة ولا أكلمك على الحرب اللي بين كهربا ونادي الزمالك؟ كهربا فرد ونادي الزمالك من بداية مواقف في تدريبات الزمالك ايام ما كان بيلعب في الزمالك وسياده المستشار بيقف يتكلم كلمه فبيقول كلام، وخصوصا لما يكون في مشكله بينه وبين كهربا تلاقي كهربا ميت من الضحك. فده بيدل على حاجتين، هو مش مقتنع بيه، وهو كالعاده يعني النادي ده بمديرينه بادارته بكله بيقدم ضحك، فكهربا بيضحك. لا اما بيبقى عارف ان ورا الكواليس متفقين على شيء فبالتالي بيتغير، او بيتفقوا على حاجه وانا هطلع اقول كده قدام الكاميرا قدام الناس واللا بلا بلا دي. بس الاول هكلمك كوره، يعني المفروض ان انتوا بتفهموا وحاجات كده. بص يا سيدي، هكلمك على السوبر والانسحابات. انت عارف، او الجيل القديم الجيل الجديد، ناس العشرينات والخمسة وعشرين والتلاتين ما يعوش قوي، ما يفهموش قوي كوره. في ناس فاهمه وبترجع للتاريخ، بس ما اعتقدش ان بيرجعوا لتاريخ الزمالك الصح اللي فيه حوارات بينه وبين الاتحاد. اول بطولتين سوبر انت خدتهم الاهلي انسحب فيهم، حد من الزمالك عارف ليه؟ او تقدروا تقولوا الحقيقه؟ طبعا كان الله يرحمه كابتن حماده امام في الاتحاد، وكان حرب دهشوري باشا تقريبا. وهقول لك الاولاني اللي هما جابوا لك فيه غزل المحله بدل الاهلي عشان تكسب البطوله. طبعا كان الاهلي بيلعب 3 بطولات، دوري وكاس وافريقيا، ومتحدد ميعاد السوبر. تمام يا عم. فيجي يقوم ايه الزمالك مريح بقاله مده طويله بس ما عجبهوش الميعاد، يكلم مين؟ الاتحاد الجميل اللي اغلبيه بطولات الزمالك كان اوقاتها اتحادات، لجنه اتحادات كوره او لجان من الاتحاد الكوره. يعني لو هنذكر التاريخ هنقول اساميهم فانتوا هتعرفوا، يعني منهم نفسه. يعني ايه فتره حماده امام؟ في فتره جد ابو حماده امام او جده، يعني اللي هو كان حكم ده تقريبا او كده، فبرضه مسك الاتحاد فتره، فكانت برضه كلها لصالح الزمالك. بفتره حكيم عامر بعدها بايام الملك برضه، ساعتها رئيس المخابرات او مش عارف مين. المهم مش هطول. فاول سوبر يا باشا انت جاب لك غزل المحله ليه؟ عشان الزمالك اعترض على الميعاد وقال الميعاد مش مناسبه، مع انه مريح بقاله شويه وما عندوش اصلا التزامات كرويه ولا خارجيه ولا اي حاجه كالعاده يعني. يجي بقى عمك حماده امام والباشا حرب دهشور ده، مش عارف بنطق اسمه صح ولا لا، يأجلوا الميعاد. يصادف ان الميعاد دوت بعد عودة الاهلي من افريقيا بيومين، فاعترض الاهلي وقال انا مش بعتذر عن المباراة، انا مش هينفع براجع من افريقيا بيومين. ويشاء القدر ساعتها تقريبا حصل احداث في البلد دي، لو انا كنت قريت صح يعني او شفت صح، والاهلي رجع بعد اسبوع ما رجعش في ميعاده، يعني يشاء القدر كمان. فبالتالي ده اعتذار الاهلي، وساعتها جابوا له غزل المحله وكسب اول سوبر. تاني سوبر برضو كان نفس القصه كده، حطوا مواعيد لا تتناسب مع الاهلي، وكان ماتش مهم تقريبا في افريقيا او حاجه كده برضو، فالاهلي اعتذر فجابوا له المقاولين. ادي اول بطولتين يا عم، وادي التظبيطات. وانت كالعاده كنت برضو حصاله وما تلعبش غير الكلام ده في 2000 يعني، ما تلعبش غير دوري بس او دوري وكاس يعني. فانت دي عادتك ودي مشاكلك. طيب ده بالنسبه ان انا بكلمك كوره وبحاول افهمك الاحداث الجاريه ما بين لقاءات القمه في السوبر ما بين الاهلي والزمالك. طيب ما تيجي بقى نتكلم شويه دلع كده شويه. الواد كهربا عمل ايه؟ زي ما قلت لكم كهربا كان من اول التمارين اللي هو بيقف فيها ويجي سياده المستشار يعمل دايره كده وبرومبا بالليله والكلمتين اللي بيقعد يقولهم، فتلاقي
كهربا كان بيقف يضحك. كهربا كان دايما ناقم على نادي الزمالك ومش شايفه نادي، ويشتم ويعمل، الواد ما صدق هرب. الهارب هرب بس هرب. انت يعني نادي كويس عشان يهرب منك ولا ما يهربش منك؟ انت مش نادي كويس، بالدليل ان دايما اللي خارج منك كسبان. يعني لا كسبان نادي تاني فلوس، لا لكن الصيت والبطولات مش فارقه كتير. يعني اكيد مش زي فكره رمضان صبحي لما راح كسب فلوس بس ما كسبش بطولات، ولو ان الفتره اللي هي فيها بطولات والكلام دوت مش هطول. يعني المهم في عم الكهرباء كان مره يثف ومره يشتم ومره يقلع الجزمه وهم والحوارات ديت. طيب تزداد الحرب بخروج كهرباء من الزمالك وعودته للنادي الاهلي فلبيته فرحان والكلام دوت. يشاء القدر ان هم يرفعوا قضيه ايا كان، ان اذا كان العقد مزور او مش مزور انا مش مع الحته دي، انا ما اعرفهاش بالظبط والله اعلم يعني، ولو ان ما استبعدش اي حاجه بتحصل. فحته ان هو العقد، المهم العقد اثبت ان الزمالك ليه حق، فالراجل اتحكم عليه ب 2 مليون دولار. فالزمالك فرحوا، قامت الحرب والسوشيال ميديا والتحفيل على كهرباء، وادي لي ادي له ادي، والناس ما قامتش. الواد اتوقف 6 شهور ورجع صاروخ، لاعب بامانه يستحق كل التقدير والاجتهاد. رجع الولد رهيب، الولد بيرجع يلعب كوره، وهدف التاني في اداء يعني ممتع. الاهلي انبسط، المدرب الجديد انبسط، في حاله كده غريبه. ينزل قدام الزمالك هوبا يلبهم احقام الشياط، وما فيش وما عرفوش الفيفا رفعوا قضيه ان هم يتوقف تاني او كده. وكان ده دايما رايي ان الفيفا عمرها ما هتقف ضد طريق لاعب. يعني لاعب المفروض كان يدفع الغرامه هو والنادي اللي راح له، فالنادي افلس، فبالتالي هم مش هيجوا على اللاعب. يعني هم لا اما هيطولوا مده العقوبه شويه او التمهيد او فتره السداد، لا اما هي هيقسطها له او ايا كان. يعني ساعتها هيبقى غصب عن عين الزمالك والاتحاد. ومحمد كهربا لما يجيب الجون في الزمالك يشوط يقول ايه كهربا عاده صح، او كهربا حطوا صح على اساس الجون في الزمالك، فهم خدوها ان هي شتيمه. فبالتالي ولو انها مش صريحه زي شيكابالا بالاداء الايحائي في عدم حياء دوت قدام الناس كلها، قدام الكاميرا، في فيديو رسمي جوه الملعب مش بره المدرجات كمان، فالموضوع كان كبير قوي. اما فتره شيكابالا على فكره شيكابالا شتم وعمل وما توقفش. يعني شيكابالا توقف مع مجاهد، يعني شيكابالا ما تعاقبش في بعض الايحاءات كتير الشتيمه والكلام دوت، بس هم ذاكره السمكه وتكذيب وتضليل والكلام دوت. ومحمد كهربا هم يرفعوا قضيه على لجنه الانضباط بوقف كهربا لاساءه لنادي الزمالك والاساءه لجمهور نادي الزمالك. ولو ان الواد يعني بغض النظر نفترض ان هو بيسيء، ومحمد كهربا يجي عمك مرتضى بالليل يرفع قضيه يشتم في كهربا والنادي والرئيس وابوه ويسيب علني للولد، فالنادي الاهلي يروح مقدم شكوى لجنه الانضباط برضو كذا كذا. طيب لو هيتم، انا مع ان انت عاقب كهربا، انا ما عنديش مشكله لو اللوائح والدنيا بتقول كده عاقب كهربا. ولكن انت الراجل اللي سب برضو الاهلي رفع قضيه في نفس اليوم، القضيتين مع بعض في لجنه الانضباط. يعني فدي نقطه. محمد كهربا ما توقفش، والاهلي قدم استئناف على ال 12 مباراه، وبالتالي بيكمل لعب، فالواحد يجي حاله شياط. وكني بقى انحصر يا سيدي قضايا الزمالك بافلاسه، بجمهوره، بعدم بطولاته، ما خدوش غير بطولتين 3 في جميع الالعاب الرياضيه، بمشاكله، بديونه، بمشاكله الخارجيه، برئيس نادي المعزول، برئيس نادي المحبوس، بكل المشاكل دي، بالصفقات المضروبه، بالنتائج الزباله، كل ده تنحصر في قضيه كهربا. فهم قدروا كسوشيال ميديا الزمالك يوجهوا الاتجاه ناحيه كهربا. يعني كل الدنيا يا عم الزمالك واقف على كهربا، الحرب الكهربائيه، يعني حرب كهربا ضد الزمالك. الزمالك يفتكر ان بيراميدز معاه، فيقول لك انا هنسحب من السوبر، على ان بيراميدز هو كمان مقدم بيانين فهو مش عاجبه الاتحاد فكذا. ودي نقطة عايز اتكلم فيها، ان شكلا وموضوعا كده حاسسها متفصلة البطولة دي لبيراميدز. يعني انا حاسسها متفصلة لبيراميدز،
ويا رب يكون شك غلط. دي متظبطه بالنتائج، تحكيم بايا كان ما بين الثلاثه الكبار. يعني الراجل عايز استثمارات، عايز بتاع بيراميدز، عايز اي بطوله يستر بيها نفسه. طب يا عم زمالك، الدوله اتدخلت هنا، بعد اذنك انت هتنسحب بسبب قضيه الكهرباء اللي احنا هنأجلها واللي هنراضي فيها الخطيب، وبيراميدز يروح يكسب البطوله من الاهلي. والله اعلم. قوم عمك بيراميدز يا عم، خلينا في الوضع الحالي، الصوره الواضحه ان هو ما يأجلش وما يعتذرش، وبعديها ب10 دقايق يلبوا. والاتحاد كان قايل لنادي الزمالك عامله معامله رمضان صبحي، اللي هو انت مالكش قيمه عندنا، ترد في 60 دقيقه. ليه؟ لان انت في الاخر الراعي الرسمي هي نفس فكره الراعي الرسمي والقيمه التسويقيه، هي نفس فكره الماتش. انت قيمتك التسويقيه 60 دقيقه، تديني رد اشوف غيرك. القيمه التسويقيه الحقيقيه هيلعب الاهلي. فبيراميدز ادت قفا جامد للزمالك. الاتحاد مرتضى الخطاب الطويل كتير قوي يا جماعه، بيقول له يعني نتقابل عند الفيفا، وهم بيقولوا يعني التاريخ ومش التاريخ، وقرار التاريخ ايه كتكنيل؟ ده انت اتقال لك 60 دقيقه، تاريخ ايه؟ كرامه ايه ال 100 سنه؟ ده انتوا ضايعين، ده انتوا بتحلوا النمله اللي ماشيه على الارض. مش ممكن. يعني انتوا حرام عليكم. يعني ايه اعظم خطاب وكرامه الزمالك؟ كرامه الزمالك ده انت اتقال لك 60 دقيقه يا ابني، اتقال لك 60 دقيقه تكون جاي للرد، وتقول له تقابلك عند الفيفا. طب هو يقابلك عند الفيفا بايه؟ بانهي قضايا بقى؟ بالتسجيلات اللي سجلها لك، بالديون اللي شايلها لك، بالقضايا والجوابات اللي اختفت. يا جماعه اتقوا الله. سلام.